ستروبري تارت أو تارت أو فريز على طريقتي. خلوني فرجيكم كيف بحضرها بالبيت، وأنا أكيد إذا جربتوها كتير رح تعجبكم وما بقى رح تشتروها من برا إلا إذا ما كان لكم خلق تعملوها بالبيت. حطيت بالفود بروسيسور الطحين، سكر البودرة، وحمصت لوز وطحنتهم وحطيتهم، خلطتهم مع زبدة كتير باردة، المقادير كلها رح حطها تحت الفيديو، ضربتين، ورجعت ضفت بيضة ليصيروا بهيدا القوام. منضيف بيضة وكمان ضربتين تانيين لتتشكل معنا العجينة. بتضبوها على بعضها، ما بتعجنوها، وبتحطوها بالبراد او ساعة او اوفر نايت، فيكن ما تتركوها كتير. يعني انا بحب مدها قبل ما احطها بالبراد تتسهل علي الشغل، وهيك اخد حجم القالب، قياس القالب. للبيستري كريم او كريم باتيسير بنحط الحليب، بعدين فانيلا ستيك، اذا ما عندكم حطوا فانيلا عادي، وبنخليها تغلي. وبنرجع بيجات تاني حطيت 5 صفار بيض، وحطيت 4 معالق سكر كبار، وبنخلطن لحتى يتغير لونن. وبترجعوا بتحطوا ربع كوب نشا، واول ما يسخن الحليب بنطفي تحته، ومنصير نعمل تمبرينج، يعني نحط شوي كمية قليلة من الحليب بقلب البيض تما يكبتل معنا ويستوي البيض، بيصير منظره ما حلو الكريم. اوكي، بنرجع بننقله كله بعد ما نعدل حرارته، بننقله كله على الطنجرة وعلى النار لحتى يجمد. وبنحط اخر شي قطعة زبدة صغيرة، بتشيلوا هول الستيكس كلهم اللي حطيناهم تبع الفانيلا، ومننقله على صحن كبير وبتغطوه مثل ما انا غطيته، بتتركوه برا ليبرد، بس يبرد بتنقلوه على البراد كمان ليجمد اكتر. هون قطعت انا الستروبري، واكيد التزيين على ذوقكم، انا اهم شي تاخدوا طريقة العجينة والكريم. اوكي، هيدا القالب اللي انا عم بستعمله جاي مستطيل، قلبتها بقلبه بعد ما بردت شوي، مش دغري من البراد عليه ما بتزبط، وبترستقوها بتزبطوها عن كل الجوانب لحتى هيك تطلع مزبوطة. وبقى عندي هيدي العجينة الصغيرة اللي حولتها لهول الكوكيز المهضومين بعد ما خبزتهم بالفرن، زينت التارت فيهم. هلا عجينة التارت بنستعمل الشوكة، بنفختها بهيدي الطريقة وبنحطها بالفرن، تفاصيل الفرن رح اكتبها تحت الفيديو. هيدا الشي ضروري تعملوه لأنه حيعطيكم طبقة تفصل بين البيستري كريم والعجينة الكراست، تتضلها هيك كرانشي، ما ترطب معكم بعد ما تحطوا الكريمة وتحطوها بالبراد. وهيدي الكريمة بعد ما بردت بنحطها ببايبينج باك، بنوزعها أو فيكم دغري تحطوها، المهم توزعوها بشكل متساوي، وبترجعوا بتزينوها أو هيك أو هيك، أو فيكم تعطوني طرق كمان زين فيها. وهيدي هي النتيجة بعد ما قطعتها، طلعت كتير طيبة عن جد، وانتو جربوها وعطوني رأيكم، وألف صحة. ما تنسوا تعملوا لي لايك على الفيديو.